السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من القناة بتاعتنا. بنقدم روتينات واكلات وفلوجات وحاجات حلوة قوي هتعجبك. اشتركي في القناة لو انت اول مرة تشوفيني. ما تنسيش اللايك وما تنسيش تدوسي على الجرس وما تنسيش تكتبي لي التعليق الحلو والقمر اللي منك واللي زيك عشان يفرح قلبي ويفرحني بتعليقك وكلامك الجميل يا رب. يوم جديد وروتين جديد وحبة نشاط جداد وحيوية جديدة كده ونبدأ مع بعض. انا بقالي مثلا حوالي 5-6 ايام ما بنزلش فيديوهات او اكتر تقريبا، لان انا كنت واخده دور برد محترم كده. كنتش قادره اقوم اتحرك في مكاني بصراحه، ولا صوت طالع عدل. حتى لو انا هقدر اتحرك مفيش صوت اقدر اسجل منه للفيديو، فاهمين قصدي؟ فكنت بصراحه يعني مقضيها بقى علاجات وحاجات. يعني انا كده صوتي الحمد لله طلع شويه، فاللهم لك الحمد يعني. بس ده كان سبب غيابي، يعني عشان الناس اللي بعتت لي على الخاص وانتي فين وكده. انا والله اختفيت بس شويه الكام يوم دول بسبب تعب البرد. ربنا يعفي عننا وعنكم يا رب. المهم، فطبعا كنا مقضيينها بقى حاجات محمرات ومشمرات. وجوزي كان ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحه كان بيخش المطبخ بقى. طبعا انتوا عارفين الراجل يعني ايه يخش المطبخ؟ يقول لي خليك انتي وانا هخش انا المطبخ. يقول لي يعني خليكي انتي تعبانه، انا هخش انا اعملك الاكل اظبط لك انا الدنيا. فطبعا يعني ربنا يديله الصحه ويبارك له طبعا، يعني يشكر طبعا ان هو شالني في تعبي. بس يعني انتوا عارفين يعني ايه راجل يخش المطبخ، فالله يعني يبارك له. مفيش حاجه في مكانها الحمد لله، بس ربنا يديله الصحه ويسلم برضه وكتر خيره يعني. بس فطبعا بقى بوتاجاز متبهدل والرخامات ما بتتلمعش ولا حاجه. فقعدت 2-3 ما بقومش اعمل حاجه في المطبخ، وهو كان اللي يقدر يعمله ان هو يلم الحاجه يحطها في الحوض. انا ممكن اقف شويه اغسل مواعين شويه واقعد شويه وعلى الوضع ده بس. لكن تنظيفه اللي انا منضفه واصبن الرخامات كده والمع والبوتاجاز يتغسل، انت هتشوفوا منظر البوتاجاز معايا كمان شويه. لا ما كانش طبعا، فيش راجل عنده طقطان لكده. بصوا اصلا الرخامه السودا دي خدت طبقه كده ما تفهميش ترابه ولا مش عارف ولا دهون دي ولا ايه معرفش، بس كانت يعني اتطفت. الرخامه السودا دي كانت مطفيه تماما. بس خدتها بقى انا كده حبه بريل وخل كده في الميه والصابون دي والليفه بتاعت الرخامات. انتوا عارفين ان انا عامله ليفه للرخام وللحوض وكده. فروحت واخداها بقى بيها وصبنتها تظبينه محترمه يعني. وحطيت عن طبعا كده كده ريحه الصابون حلوه وكل حاجه، بس انا حطيت حبه عارفين فريده اللي هي بتاعت الليمون دي؟ هبقى اوريها لكم في مره ان شاء الله. فريده بالليمون الصغيره اللي هي العبوه المركزه دي اللي احنا المفروض بنخففها، هي العبوه دي. حطيت منها حوالي نص غطا يعني معلقه مثلا، بس عشان بتدي ريحة حلوة قوي للرخام، وطبعا مع الخل والصابون فبتبقى الدنيا زي الفل بصراحة. المهم، فروحت غاسلة بقى الرخامات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وقلت يعني الله يبارك له ويديله الصحة وكتر خيره طبعا يشكر يعني. بس تجربة ما يكررهاش تاني يعني ربنا يحفظنا ويحفظهم ويدينا الصحة وما يخليش راجل يعمل لنا حاجاتنا تاني. الموضوع صعب قوي بصراحة. بس فانا قعدت مثلا في المطبخ حبه كبيره، يعني بقى مواعين وحاجات وكوبايات ومعالق وازايز هنا ودي هنا وحاجات بلاستيكات وحاجات ازاز لقيت انت هتشوفوا معايا، يعني انا مش هحرق لكم اللي بيحصل، بس انت هتشوفوا معايا على الواقع الدنيا ماشيه ازاي. بس فالرخامات بصراحه كانت دي بعد ما عملتيها غسله تحس ان هي نطقت كده، يعني لو تسلم ايدك والله الله يبارك لك يا ستي، احنا كنا محتاجين الحاجات دي بقالنا كام يوم. بس والله فالحمد لله يعني. بجد يا ولاد، بجد بجد يا بنات، وحياة ربنا الصحة دي نعمة، أكبر نعمة نحمد ربنا عليها هي الصحة. يعني اللي يقولك بقى أصل الدنيا ماديات معايا مش متظبطة، ولا جوزي عنده فيه وفيه، ولا ابني ولا أختي ولا أمي ولا أبويا ولا الناس ولا الشغل، والله كل ده لو مفيش صحة مش هتقدري تعملي أي حاجة من كل الحاجات اللي بتشتكي منها دي.
الصحة دي بجد عمود أساسي في حياتنا، اللهم لك الحمد والشكر عليها والله العظيم. ده الواحد جاله شوية برد، قعد في البيت ما بقتش قادرة أقوم من على السرير، عايزة العلاج طبعا، بتاع البرد والكحة والحاجات دي. في طبعا نسبة مهدئ وبيخلي الجسم طبعا يسترخي وكده. فبقيت مسلمة خالص يعني، عايزة انام، وحتى لو مش راحة في النوم خالص، قاعدة كده على السرير مش قادرة اقوم من مكاني. الموضوع كان صعب جدا يعني. فبصراحة لا، اللهم لك الحمد والشكر بجد، نعمة الصحة دي أكبر نعمة نحمد ربنا ليل ونهار عليها. إن إحنا قادرين نقف على رجلينا، إن إحنا قادرين نخدم نفسنا، نخدم بيت عيالنا، نخدم جوازتنا، نخدم بيوتنا. طبعا كل الحاجات دي في أجر وثواب عند ربنا يعني. يعني عشان بس اللي ممكن يقول لي احنا مش خدامين واحنا مش مجبرين على الخدمة، والكلام اللي طلع فترة كده ترند على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، ان الست مش مجبرة تعمل في البيت، ست مش مجبرة تأكل، ست مش مجبرة. حتى لو وصلنا يعني لرضاعة الطفل، وصلنا للمرحلة دي ان دي انت مش مجبرة ترضعي طفلك يعني. نعم يعني فاهمة، كان في شوية ترندات كده بنات طلعت ملهاش اي 30 لازمة. فلا احنا مش مجبرين ولا حد جابرنا، احنا بنعمل ده بحب، لان احنا ستات وعندنا وامهات وحابين عيالنا وبيوتنا وحياتنا تبقى في احسن حال لنفسنا قبل ما تبقى لاي حد. خلي بالك ان دايما لما بتفكري تعملي الحاجة عشان ترضي الناس، عمرك ما هترتاحي، وعمر الناس ما هيعجبهم عمايلك، لان الناس مهما تعملي بيتكلموا. دايما اللي بيركز مع الناس صدقيني والله العظيم بيتعب نفسيا جدا وبيتأثر بكل حاجة وبيحس ان هو مضغوط. ولا تشغلي دماغك بالناس، اهم حاجة ان انت بترضي ربنا في افعالك وفي تصرفاتك وفي حياتك كلها، ثم بتريحي نفسك في بيتك وجوزك وولادك. دول هم مرايتك، هم حياتك، هم دنيتك. طبعا الاهل، الاب والام والاخوات، طبعا دول دنيا وحياة تانية خالص. بس انت عايشة يوميا وصبح وليل وظهر وعصر جوه بيتك، مملكتك، كل حاجة فيها انت اللي مسؤولة عنها. زمان كانوا بيقولوا على الست دي ست البيت. هي اي نعم الكلمة دي اختفت، انا ما بقتش اسمعها غير نادرا. بس على ايام امي والجيل بتاع اللي قبل امي اللي هو ستي مثلا او الناس الكبار، كان يقولك ست في بيتها دي ست البيت. يعني الكلمة لوحدها تفرح، ست البيت. يعني انت المديرة وانت العالم بتاع البيت، انت المسؤولة عنه، وكل حاجة في بيتك انت المسؤولة عنها من السنتي، من الإبرة للصاروخ. فصدقيني مالكيش دعوة بالناس، محدش يشغل دماغه. انا عايزة وابني يخش في المدرسة الفلانية، ولا بنتي تجيب اللبس الفلاني، ولا عايزة اودي ولادي النادي الفلاني، ولا اجيب حاجات ماركة كذا، عشان خاطر لما الناس تشوف ولادي لابسين ده ولا عاملين ده يقولوا واو. لا خالص والله، مش هاخد نشاني يعني. انا بتزنقي نفسك وبتضغطي نفسك وبتودي وتعملي وتبقي مزنوقه في بيتك وفي احتياجاتك وفي الشهر وفي الميزانيه وفي كل حاجه، عشان خاطر تعملي مظاهر للناس مش ليكوا انتوا. عيشي الحاجه اللي تبسطك انتي وعيالك وبيتك وجوزك. فاهمه قصدي حبيبتي يعني؟ انا اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده ان في مسج جات لي، واحده بتتكلم بتقول لي امان انا عندي مشكله ويا ريت تقولي لي رايك فيها، ويا ريت حبايبك يكتبوا رايهم. فيعني انا هعرض المشكله عليكم في 3-4 دقايق كده. هو دلوقتي الفيديو ما فيهوش حاجه تتشرح، هو كلها غسيل وترويق في المطبخ، فانتوا هتشوفوه معايا يعني. بس هعرض عليكم مشكله حبيبتي دي طبعا وبدون ذكر اسماء. هي متجوزه في بيت عيله، تمام. هما جوزها ما عندوش اخوات بنات، هما 3 صبيان، تمام. وكلهم متجوزين، هي اصغر واحده يعني، هي اخر واحده اتجوزت. هي معاها ولدين، هي معاها ولد وبنت، واخوات جوزها مخلفين كل واحد فيهم ولدين تقريبا او 3 حاجه زي كده، تمام. هي الوحيده اللي عندها بنت بس وولد. فهي بتقولك ان انا دايما عايزه حماتي تبقى شايفه بيتي احسن من سلايفي، تبقى مرتاحه عندي، شايفه ولادي نضاف على طول، شايفه مش فشغله دماغها. بتقولي الموضوع يا امان بقى عندي هس وهوبيا كده زي ما بيتقال،
ان هي عايزه الناس يشوفوا كل حاجه عندها كويسه، وبقت تقارن حياتها بسلايفها يعني. فدي بالنسبه يعني هي بتشتكي ان ده بقى عمل لها مشكله نفسيه جدا، وهي تعبانه ومش عارفه تعمل ايه. فانا شايفه من وجهه نظري طبعا، هو كلنا طبعا عايزين عيالنا في احسن حال وفي احسن صوره وبيوتنا احسن حاجه وكل الكلام ده. بس انا شايفه من وجهه نظري انا الناس لما هخلي عيالي في مكان كويس قوي، الناس تقول بصوا مودين عيالهم فين، ولو وديتهم في مكان وحش بصوا برضو مودين عيالهم فين. فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا من وجهة نظري حبيبتي ان عملتي حاجة ب10 جنيه الناس بتتكلم، عملتي حاجة ب100 جنيه الناس برضو بتتكلم. فاللي انا بتكلم فيه ما تشغليش دماغك بالناس، انت افرحي بنفسك انت وولادك، شوفي هم هيتبسطوا في الحاجة دي اعمليها وتتبسطي معاهم، هتفرحي لفرحتهم، هتفرحي للضحكة بتاعتهم وانبساطهم بيها. مش عشان اجيب ده والبسهم ده واوديهم ده واعمل لهم ده عشان الناس تقول كذا ولا كذا، ولا عشان حماتي تقول دي عامله كذا في عيالها. انا مش هاخد نشان، انت بترهقي نفسك، بتضغطي نفسك وبتضغطي عيالك، طول الوقت هتفضلي مضغوطه، طول الوقت حاطه نفسك تحت بند انا عايزه ابقى حماتي تشوفني عامله ازاي، سلفتي عملت كذا لا انا عايزه اعمل احسن منها. لا 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 خالص، ما تشغليش دماغك باي حد. هتفضلي شاغله دماغك وتقارني نفسك باللي حوالين منك. اي حاجه تعمليها كويسه هتبقى نجاحها مؤقت مش نجاح دايم. النجاح دايم ان انا انجح لنفسي، افرح نفسي انا وبيتي وجوزي وعيالي، بننجح لنفسنا مش للناس. فاهمه قصدي؟ فاي حاجه هتعمليها هتبقى نجاحها نجاح مؤقت. فكري كويس قوي ان انا انجح بعيالي ولنفسي، مش عشان الناس تشوفنا عاملين ازاي، مش عشان تقارني حياتك بسلفتك دي ولا دي، ولا تقارني ولادك بعيال عمامهم. لا لا خالص، مالكيش دعوة. انت بتنجحي لنفسك، انت بتفرحي نفسك مش بتفرحي الناس. فاهمة قصدي؟ ركزي اكتر في حياتك، اشغلي نفسك بحاجات طول اليوم مهمة فيها، هتلاقي نفسك انشغلتي عن الناس. ابعدي عن دماغ الناس، انسي الناس بتقول ايه، انسي الناس هتعمل ايه. لا انا ليا دعوة بحياتي، انا هفرح في ده فهعمله، انا ده هيبسط ولادي هعمله، انا ده هيريح جوزي هعمله، ده هيظبط علاقتي بجوزي فانا هعمله. مش عشان الناس تقول بص بتعمل ايه. هتفضلي تحت ضغط رهيب، اللي انت حاطه نفسك فيه ده هيفضل تحت ضغط رهيب. صلي كتير قوي، ركزي ان انت تنجحي في علاقتك بربنا قوي، واطلبي من ربنا العون على ده. يا رب عني اركز في حياتي وبيتي وولادي وجوزي بس، يا رب قدرني انجح بيهم ليا انا وبيتي وجوزي، يا رب قدرني اعمل اللي يسعدهم ويسعدني، واشغلني بحالي ومش بحال الناس. ان دي لوحدها حاجة مهمة جدا. ادعي ربنا كتير قوي على كده، والله العظيم بجد الدعوة دي يعني كنز من الكنوز زي ما بيتقال. ركزي قوي ان انت تقربي وتعدلي علاقتك بربنا، وصدقيني واطلبي منه العون على ده، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يعينك كده خلصي من الازمة دي، لان دي ممكن تعمل لك مشاكل فيما بعد. ربنا يبعد عننا وعن بيوتنا وعن عيالنا وعن حياتنا جميع المشاكل يا رب، والخلافات وكل الحاجات الوحشة، ويرزقنا الصبر وحسن التصرف وحسن التدبير وحسن إدارة بيتنا وعيالنا وحياتنا. ربنا يكرمنا كلنا يا رب، ما يحرمناش من نعمة الصحة اللي هفضل أنام وأقوم. يا رب يحفظ صحتنا بجد. احنا كستات لو تعبنا شوية بيتنا بيقع بمعنى الكلمة. لو تعبنا وريحنا كام يوم مش قادرين نعمل حاجة، صدقيني الست هي عمود البيت. لو تكسلتي، لو تعبتي، لو كبرتي دماغك، البيت بيأخر مش بيتقدم ولا حتى بيستقر. فصدقيني ربنا يديم معانا صحتنا ويدينا دايما النشاط والحيوية اللي نقدر نخدم بيها عيالنا وجوازتنا ونفسنا. بس مش هطول عليكم بقى في الموضوع، انتوا بقى قولوا لها رأيكم. اللي يسمع الفيديو يقول لها رأيه في التعليقات، ضروري ضروري ضروري. هي مستنية تعرف رأيكم. واللي عنده حل تاني يقول لها. انا كان الحل من وجهة نظري ان هي تقرب من ربنا وتطلب منه العون على ده. اللي زيها كده او عنده مشكلة او مر بحاجة زي دي بالحالة دي، او حد من اهله او من صحابه عمل كده او مر بالموقف ده،
يا ريت يقولها دي ازمه تطلع منها ازاي. والله العظيم نفيد بعض ونكتب في التعليقات كده لبعض. ولو انت لغايه دلوقتي بتشوفي الفيديو ولسه ما صليتيش على النبي، صلي على النبي الاول قبل اي حاجه واستغفري ربنا. صلي على النبي واذكري الله كده وقولي لا اله الا الله. ودايما ما تنسوش الذكر، اذكروا الله كتير قوي 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 قوي. اعملي لكل حاجه في يومك ذكر. بتغسلي مواعين اذكري، قولي استغفر الله العظيم يا رب. بتغسلي بوتاجاز قولي اللهم لك الحمد والشكر. بتروقي البلكونه وبتنشري بتنشري الغسيل قولي سبحانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قولي ادعيه، قولي اذكار كتير، لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اذكروا الله كتير يا حبايبي، وخلي دايما لسانكم متعود على ذكر الله، وخلي عيالكم يشوفوكم بتعملوا كده وبتقولوا كده. صدقوني هيطلعوا زيكم ويعملوا زيكم. ربنا يحسن دايما ما بين ايدينا في كل حاجه، في تربيه وفي اكل وفي ترويق وفي شقه وفي تنظيم وفي عيله وفي حياه، في كل حاجه. ربنا يكرمنا ويغفر لنا ويسامحنا يا رب. لو انت بتشوفي الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسيش تدوسي لايك وتعملي لي اشتراك، تكتبي كومنت حلو زيك، وادعي لي دعوه حلوه في الكومنتات اردها لك ان شاء الله بظهر الغيب زي ما بتدعي لي بظهر الغيب. اشوفكم على خير واسمعكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.